قال رحمه الله: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط بضم الباء، وأيضا تفتح الباء يقال بواط، وهو جبل من ناحية جبل رضوى قريبا من جهة ينبع في ذلك المكان. وكان أيضا الغرض من هذه الغزوة التعرض لعير لقريش قادم من الشام، وكان فيهم أمية بن خلف الجمحي، وأمية هذا من الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخصوم المعاندين للدعوة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكرت الصلاة يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كان له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا وكذلك أخوه بي بن خلف كلاهما من الأعداء الألداء والخصوم المعاندين لدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وحصل منهم أذى كبيرا للمسلمين في مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة للتعرض لهذا العير من قريش الذين فيهم أمية بن خلف. وكان مع أمية في عيره هذا 100 رجل، وكان معهم أيضا 2500 بعير قادمين في تجارة من الشام. قال ابن كثير رحمه الله: فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية للهجرة، من السنة الثانية للهجرة. وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 200 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعه 200 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. رضوى وبواط جبلان، رضوى وبواط كلاهما جبلان قريبان من جهة ينبع، ورضوى جبل كبير يشرف على ساحل البحر في جهة ينبع. قال: ثم رجع ولم يلق حربا. ثم رجع لم يلق حربا، أي لم يكن هناك في هذه الغزوة حرب، لكن أيضا تبقى مؤشرات خطر وإنذار لكفار قريش في موقفهم المعادي وتصرفاتهم المتعنتة ضد دعوة الإسلام وضد المسلمين. نعم.